لقبة واد سوف تاريخ أيضا. محمد العيد لبيه يعرفنا ويعرفكم مشاهدينا على سر تسمية مدينة الألف قبة وقبة في هذا التقرير. يسألونك عن مدينة الألف قبة وقبة، قل هي قباب موطنها وادي سوف. القباب ظلت عنوان مدينة تزرع المحبة في أهلها كما في زوارها من كل الأماكن منذ آلاف السنين. المدينة تتزين بالقباب، فكيف أصبحت وادي سوف مدينة للألف قبة وقبة بامتياز؟ وهل يعرف المواطن السوفي يا ترى سر الألف قبة وقبة؟ سموها ألف قبة وقبة على خاطر بكري في وقت جدودنا لازم يبنيوا القبة باه تجينا البرود. فاهم كيفاش؟ تسمية المدينة بألف قبة وقبة نسبة إلى الامرأة التي كانت تقطن بوادي سوف وهي إيزابيل إبراهارت. وبكر جدودنا كلها الناس كل دارت القبب عادت أكثر من البشر وأكثر من الألف قبة وقبة وقبة وقبة. فلماذا ابتدع أهل سوف القبة، وهل هم من أطلق على مدينتهم اسم ألف قبة وقبة؟ مؤكد أن هذه التسمية لا علاقة لها بالعدد، ولكن لأن إيزابيل أصيلة مدينة سان بطرسبورغ الروسية جاءت لسوف وهي شابة في مقتبل العمر، هي عاشقة لثقافة الشرق، وعندما جاءت لسوف عام 1900 وأطلت على مدينة الواد من أعلى كثيب رملي العامي الذي يوجد غرب المدينة، وهي عند الغروب رأت انعكاس أشعة الشمس الصفراء على قبابها، يعني رأتها هي وطلع لها المخزون الثقافي اللي هي قريتها في ثقافة الشرق، بدت لها وكأنها مدينة من الخيال، من خيالات ألف ليلة وليلة، ولهذا سمتها بمدينة الألف قبة وقبة. والبيت المسطح بالقباب درجة حرارته عن الأقل 5 إلى 6 درجات أقل من باقي البيوت الأخرى. لماذا؟ لأن هذه القبة لا يتركز عليها ضوء الشمس كما هكذا، ودائما على الأقل هنالك ثلث القبة مظلل. دوافع كثيرة تجعل وادي سوف مدينة للقبة وللألف وحتى لأكثر من هذا العدد الذي سحر قلوب الكثير وألهم العديد من الشعراء والكتاب والأدباء. حتى قيل على مدينة الواد يوجد تحت كل قبة شاعر، بل وأنبتت من الشعراء مثلا محمد العيد آل خليفة، ومن المؤرخين أبو القاسم سعد الله وما إلى ذلك. فهذه المنطقة بجمالها وروعتها وبسهولة طبيعتها أحبها الناس وأعطتهم في أنفسهم دعما ثقافيا عاليا. في سوق المدينة العتيق هنا يقف الزوار يتأسفون على ما تبقى من القبة ورمزيتها. تبدلت بزاف ما عرفتهاش ودرت الطابع تاعها. القبه راهي راحت انقرضت مع ماليها قبل كنا نبنوا بزبس ونديروا القباب ونديروا الدمس ونديروا كذا، درك ما عادش عاد البنيه سيما هذا سيما الاسمنت هذه قضت عليها الناس يعرفون أهمية القبة، لكن في هذا الزمان أصبحت البرودة صناعية بالمكيفات والتدفئة صناعية بالمدافئ، وبالتالي ما عادوا يهتمون بهذا الشيء. ويفترض أن السلطة هي التي تفرض هذه الأشياء حتى تحافظ على النمط العمراني للمدن. إنها قصة حب عميقة بين أهل القباب وأسطح عمائر وادي سوف. موقعها ينعش النفوس وصداها يرتسم في خيالي وخيالك وخيالكم. محمد العيد لبيه من مدينة الألف قبة وقبة للشروق نيوز. وفي خيال المشاهدين شكر موصول لمحمد العيد لبيه، دائما يتحفنا بتقارير رائعة منذ بداية يعني الشروق مورنينج في موسمه الثاني. كانت يعني فيه المجلة المحلية، شفنا عديد التقارير يعني مرت من واد سوف، وكان دائما محمد العيد لبيه وكنا نذكروا دائما في قبل من ننصيب التقارير نقولوا مدينة ألف قبة وقبة بعفوية، لكن ولا مرة يعني اكتشفنا لماذا اكتشفنا سر التسمية. يعني اليوم في مسك ختام المجلة المحلية في موسم شروق مورنينج قالنا لماذا ألف قبة وقبة، وأين نتعرفوا على سر التسمية. نعم، من بين التقارير اللي عجبتني تاع محمد العيد لبيه تاع مشروب الوزوازة، ونسنا في مشروب الوزوازة لبيه، وأيضا تقرير طاب ولا مزال.